عادت عجلة البطولة الأعرق دوري أطفال أوروبا المعفى منها ريال بيتيس نظرا لتفرغه للمشاركة في كأس المجرات للدوران من جديد، حيث يستقبل أتلانتا سينسناتي مستشفى مدريد الذي خسر براسية سنابريا في الدقيقة 94 في البرنابرية في مباراة لا ينصح لمن هم دون 18 سنة بمشاهدتها. صغير العاصمة المدريدية لم يتبقى له سوى هذه البطولة للخروج منها، وليكون بذلك قد عادل رقمه القياسي الموسم الماضي بالخروج بموسم صفري للمرة الثانية تواليا. وفي إعادة لمباراة البايرن وبرشلونة يحل هذا الأخير ضيفا في المتناول على باريس أموال جردان القطرية المثقل بغيابات أبرزها نيمار بداعي حضور عيد ميلاد أخته وغياب دي ماريا وفيراتيا ببداعي الهزردة، غيابات أثبتت مفعول اشتغال بطن كومان التي أثبتت نجاعتها. مواجهة سيعاني فيها الفريق الباريسي بلا شك، وسيكون من الصعب عليه تسجيل الثامن في ظل غياب نيمار. كما أكدت الفيفا في بيان لها سماحها لنادي برشلونة واللاعب سيرجيو بوسكيتس باستعمال دراجته النارية تيماكس في حالة هجمة مرتدة للنادي الباريسي للحاق بكيليان مبابي. وتواجه الحمير الوحشية بورتو البرتغالية أن سيكون عشاق المستدير على موعد مع تطبيل حمدوني خالص في حال تألق الطون، أما في حال تخاذله كما هو منتظر فسيبدعون حمدون بحججه الواهية وبأن رونالدو رفض التسجيل في مرمى بورتو لأنه فريق ينتمي إلى بلاده البرتغال. وفي ديربي جزائري خالص يواجه مونشنغلادباخ الجزائري نظيره مارسيتي الجزائري، مباراة سيبدأها السكان المحليون بتشجيع الفريق الألماني الذي يضم لاعبهم بن سبعين والمنتظر أن يبدأ أساسيا إلا في حال نقل له محرز عدوى الذكاء، وهو السيناريو الذي يتخوف منه الجزائريين إلى غاية دخول محرز في الدقائق الأخيرة، أين سينتقل الجزائريون فيها لتشجيع مان سيتي ويلاقي حامل اللقب بايرن ميونخ الذي سيخرج من ربع النهائي على يد ريال مدريد والذي فاز على برشلونة ب8. لاتسيو الإيطالي الذي راح ضحية تفرق مجموعته بعد أن فاجأته وجعلته يواجه العملاق البافاري. ويواجه فريق المصارعة الحرة نظيره تشيلسي المغربية الذي يعول على نجمهم حكيم زياش لمواصلة تألقه وتقديم أسيستات صوتية جديدة لزملائه من الدكة، المنتظر أن يشغل منصبها للمرة السادسة تواليا في رقم قياسي غير مسبوق. ويرحل أطفال الفيستيفال دورتموند لملاقاة ممثل إسبانيا الأوريجي وصغير الأندلسي إشبيليا الذي فاز على برشلونة بهدفين دون رد، كما يقابل ليفربول المصري مستضيفه ريد بول الألماني الذي يعول على نجمه وهدافه الأول أليسون لزعزعة دفاع الريدز الذي لا يوجد أصلا. كما نذكركم مشاهدينا الكرام أن المارد الأخضر بيتيس لا يشارك في دوري أطفال أوروبا نظرا لضعف مستوى المنافسين ولكي يتفرغ لبطولة كأس المجرات التي تنطلق الأسبوع القادم.